مرحبا بكم، نهاركم زين. اليوم جيتكم بمملحات روعة. هنا كما عودناكم مملحاتنا متنوعة. كوني سيدة المطبخ تاعك وابدعي بمملحات رتولة. كل يوم وصفة، كل يوم بنة، كل يوم ديكور جديد. زيني طابلتك اليوم بمملحة القوارب. نروح لطريقة تحضير العجينة. بالنسبة للفاغس تاعنا وللعجينة راح نعطيكم مقدار المكونات اللي يدير 7 حبات من القوارب، قوارب جراتيني. بسم الله الرحمن الرحيم. نحطوا كاس من الحليب الدافي، كاس زيت، ملعقة كبيرة خميرة الكسرة، ملعقة كبيرة سكر، ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة زبدة. خلطيهم مع بعض، نضيف لهم الفرينة تدريجيا حتى نتحصل على عجينة متوسطة القوام. خليها ترتاح 10 دقائق. في هذاك الوقت نكون نحضروا في مكونات لافاغس اللي متكونة من نقليو كمية من البطاطا اللي قطعناها مكعبات صغيرة، ملحناها، نقليوها في زيت سخون. من جهة أخرى نحضروا صوص طماط بحبة طماطيش صغيرة، نضيف لها حبة ثوم صغيرة، قرصة فلفل أسود، قرصة ملح، ملعقة كبيرة زيت. في نفس الوقت نحضر الخليط تاعنا المتكون من كاس حليب، ملعقة صغيرة مطارد، كمية من الجبن المثلثات والطري القابل للطلي، ملعقة كبيرة فرينة، ملح، القليل من الفلفل الأسود، توابل الدجاج. نخلطهم مليح مع بعض. نضيف ليهم كمية من الطون تاع الزيت. وإلا عندك سكالوب، أنا استعملت سكالوب أشي، كنت قليته في شوية زيت وملح. من بعد نخلط الصوص الجبن اللي حضرناها، نخلطها بارد في بارد بلا ما نحطها على النار. يعني تكون ماهيش نخلطها بارد في بارد بلا ما نحطها في النار، يعني تكون ماهيش طايبة مع البطاطا قطع ومع الطونة تاعنا. نخلطهم مليح مليح ونروح نشكل العجينة تاعنا على شكل قوارب، ونعمر خليط الحشو تاعنا. نحط فوقها جبن طري وندهن أطراف القوارب وندير لهم شوية سينوج. ندخلهم على الفرن مدة 230 درجة مئوية. قبل ما يحمروا في الفرن نضيف لهم فرماج رابي، نخليه يذوب ما بين محمار والقوارب تاعنا، وتقدميهم بديكورك الخاص. سيدتي، إذا عجبتك الوصفة اليوم خلي لنا رايك في كومنتير. ما تنسوناش في اللي جام لي كومنتير، وبيان سور ابوني للقناة باه تكبر قناتنا وتكبر لمتنا. من فضلك بارطاجي رابط القناة لصحاباتك وحباباتك، وبون ابيتي وسلام.